إياكم أن تتوقعوا خروجهم بهذه السهولة. أول فوز سوداني في البطولة الأفريقية، هم الآن يحققون الانتصار الأول. لن يخرجوا بهذه السهولة بالرغم من قسوة الأمور، بالرغم من عدم استمرارية لعب كرة القدم بالشكل الجيد، بالرغم من كل الظروف التي يعلمها الجميع. هم الآن يحققون انتصارا يسعدون فيه جميع السودانيين، يحققون انتصارا للحفاظ على آمال هذه الجماهير التي كانت حاضرة في قطر وآزرت وشجعت في كل مباراة حتى بالرغم من عدم تأهلهم للمراحل المقدمة. وها هم يحضرون أيضا في المغرب. لن يتركون السودان أبدا، لا يستسلمون بسهولة، لن يخرجوا بهذه السهولة. سيؤازرون، سيقاتلون حتى نهاية هذه البطولة، سيحاولوا أن يصلوا إلى المراحل المتقدمة. سيكون منتخب صعب فوق كل شيء، فوق كل الظروف الصعبة. مبروك للجماهير السودانية، مبروك هذا الانتصار الذي أفرح الجميع. فيصل، بتفرح المنتخب السوداني يفوز لأول مرة من 2012 في أفريقيا. كل زول ليه زولة بتاعه، إلا أنا ما عندي برا. احنا عارفين ان اللعيبه جابت جون في نفسها، بس احنا فرحانين يا عم. انت متضايق ليه؟ مبروك لاخواتنا السودانيين. فيصل الهرم الطابق، مبروك لكم كلكم، وان شاء الله باذن الله نهنيكم وانتوا بتحرروا بلدكم باذن الله. للتاريخ يا ابن والله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب يا شباب، واحد فوق ان احنا هنشيل البطوله دي، ان احنا هنشيل افريقيا. وتذكروا كلامي ده ورسلوا لي يوم 13، هو يوم 18 واحد دقوا لي تليفون، لو ما شال السودان افريقيا انا وازل، اعتبروني. انتبه، تعتقد انه هذا مجرد انتصار بسيط في مجموعات كأس افريقيا؟ يا جماعة، هذا الانتصار اتى بعد معاناة مخيفة. هذا الانتصار كان سبب بفرحة شعب كامل. فبشكل رسمي المنتخب السوداني يحقق اول 3 نقاط واول انتصار في كأس افريقيا بعد 14 سنة. الانتصار اتى بهدف عكسي من لاعب غينيا الاستوائية. في موقف عظيم حصل في هذه المباراة لازم اذكره. حارس المنتخب السوداني منجد النيل سقط بمشهد جدا مخيف لوحده، غاب عن الوعي، ولكن ما شاء الله الحارس رجع لوعيه واصر انه يكمل المباراة كاملة. وفعلا الحارس كان سبب كبير بهذه ال3 نقاط للمنتخب السوداني، وممكن جدا التأهل للدور القادم بعد ما عمل 3 تصديات مهمة في المباراة. متأكد كثير ناس رح تنتقد مستوى المنتخب السوداني لأنه فعلا غينيا الاستوائية قدمت أداء أفضل رغم انتصار السودان. المنتخب السوداني برأيي منتخب منظم دفاعيا وبيدافعوا بروح فعليا، ولكن منتخب بينقصه العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية، أيضا بحاجة لتطور كبير بالهجوم. ولكن يا ناس، انتم شايفين الظروف اللي بيعاني منها المنتخب السوداني والسودان بشكل عام. يا ناس، الدوري السوداني صار له متوقف 3 سنوات، بس السودان انعدمت كل سبل النجاح بكرة القدم. ورغم كل هذا بالفترات الأخيرة السودان عم بتقدم كرة جيدة وعم بتنافس وتحاول بجميع البطولات. والله شعب بيستحق الفرحة، وألف مبروك للسودان. السودان أيضا عندها فرصة كبيرة تتأهل للدور القادم، الدور ال16، سواء كأفضل ثالث أو أفضل ثاني، وخاصة إذا الجزائر استمرت بالفوز على بوركينا فاسو. يا الله يا الله يا الله، فعلوها أبناء السودان يا جماعة، فعلوها أبناء السودان من بعد غياب 13 سنة. فعلوها أبناء السودان بأول انتصار لهم في بطولة أفريقيا. أول انتصار للسودان من بعد غياب 13 سنة. يفعلها أبناء السودان، والفرحة تعم على كل البلدان، الفرحة تعم على كل الشعب السوداني. يخرب بيت الجنون، 1-0 يا رجل، كأول انتصار من 2012 فعلها السوداني أخيرا ليعود للمنافسة في دوري أفريقيا، ليعود للمنافسة مع الجزائر. عاش أبناء السودان، عاشت السودان، عاش عاش عاش. الشهر الماضي كل الوطن العربي انبهر بمستوى المنتخب الفلسطيني والمنتخب السوري. هذا الشهر عم بيطلع لكم المنتخب السوداني وعم بيقول لكم السلام عليكم، انبهروا فيي انا كمان. فاليوم المنتخب السوداني عم بيفوز، ومش اي فوز ومش اي 3 نقاط، 3 نقاط عم بيتامنوا انه هو يتاهل للدور الجاي من بطوله كاس افريقيا الى دور 16، وهذا بحد ذاته انجاز. فزي ما احنا كلياتنا بنعرف كيف الشعب الفلسطيني والشعب السوري كانوا عم بيمروا بظروف وايام صعبه وحروب، نفس الشيء الشعب السوداني عم بيمر بظروف الله وحده بيعلم فيها، بس هذا انجاز لهم. هذا يعني اشي لازم يفتخروا فيه. من رحم المعاناة قدروا انهم يتأهلوا الى دور 16 من بطولة لا تعتبر سهلة ابدا، وفيش منتخب فيها ضعيف. فالف مبروك للشعب السوداني، انبسطوا بهيك انجاز، ويا رب من كل قلبي انكم تكونوا الحصان الاسود بهاي البطولة. ألف مبروك للمنتخب السوداني الشقيق، الفوز على منتخب غينيا الاستوائية. راهنت عليكم في مباراة الجزائر والحمد لله بيضتوها اليوم وفزتوا على غينيا الاستوائية. تستاهلون الفرحة وتستاهلون الفوز. ألف مبروك. الله الله يا سودان، 1000 مليون مبروك للسودان والشعب السوداني. صقور الجديان بتفوز النهاردة على غينيا 1-0،
وتضمن ان شاء الله ان هي تصعد مركز ثالث. السودان يا جماعة محدش ما بيحبش السودان، كلنا بنحب السودان. مليون مبروك للشعب السوداني اللي بيعاني، وان شاء الله صاعدين دور ال16 ومكسرين الدنيا. مبروك للسودان. المنتخب السوداني حقق الانتصار على غينيا الاستوائية، 3 نقاط سودانية، فرحة شديدة. طبعا هو كان فاول للسودان اترفع، وهوب لاعب غينيا ضربها في نفسه، فرحة سودانية. دعوات الشعب الطيب هذا. المنتخب السوداني حقق أول انتصار في كأس أفريقيا من نسخة 2012. الآن المنتخب السوداني ينتظر مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو اللي بعد شوية بتبدأ. أتمنى إنه الجزائر تعطي بوركينا فاسو نتيجة تاريخية حلوة كده، يصير باقي مباراة للسودان أمام بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة، يدخلها المنتخب السوداني باحتمالين، الفوز والتعادل. ده غير إنه في فرصة لأفضل ثالث كمان. قولوا لايك يا أخوان. السلام عليكم. ألف مبروك للمنتخب السوداني، يفوز الآن على غينيا 1-0. ممكن كمان يتأهل كثالث ويروح إلى دوري ال16. أنا متأكد المنتخب السوداني ممكن يقدر يتقدم يا أخوان في الأدوار هذه ويروح إلى دوري ال8. لسه كمان عنده مباراة ضد بوركينا فاسو، وكمان يمكن يقدر يتأهل كثاني حتى مو كثالث. فألف مبروك للشعب السوداني. فعلها السودان، فعلها السودان، أول فوز للسودان، أول فوز للسودان، أول 3 نقاط. الحمد لله يا ربي، الفوز العربي جاء الحمد لله. السودان تفوز ب1-0 على غينيا الاستحواذية. غينيا الاستحواذية اللي استحوذت على كل شيء، ولكن السودان فازت. السودان فازت، وغينيا هذه أكثر منتخب مكروه في تونس. غاروا علينا كل عام، ما ننساوش راهو ربي كبير، راهو ربي كبير، ما ننساوش. ألف مبروك للسودانيين، ألف مبروك لأشقائنا السودانيين، وإن شاء الله تكملوا هكا يا ربي. الترشح جاي عن قريب. طب قسما بالله أنا مش قادر أوصف فرحتي يا سوداننا يا جميل. يا كاتب التاريخ ما تقفليش الصفحات. السودان مش جاية ضيف شرف في البطولة دي. منتخب السودان بيحقق أول فوز ليه في البطولة على غينيا الاستوائية. هتقول لي غينيا كانت أخطر، هقول لك بل بس باللغة السودانية. النهاردة تتفرج على المباراة تلاقي إن المجد بيشتروه بأغلى ثمن. عندك اللقطة بتاعت منجد النيل خير دليل. الحارس المرمى اللي اسمه منجد النيل جات له غيبوبة تقريبا ولا ضربة شمس، وقع على وشه. والراجل لو أنا مكانه كان ممكن نخاف على صحتي وأطلع بره. قال لك لا مفيش الكلام ده، احنا لازم النهارده نفرح السودان. قدر انه يكمل المباراه من اولها لاخرها. المباراه دي ما تتحللش تكتيكيا، المباراه دي تتحلل بالروح. الروح اللي كان عند المنتخب السوداني خصوصا في الشوط الثاني. هتقول لي الهدف واخد بالك ذاتي، هقول لك مش مهم، هنحسبه يا عم لمحمد عيسى. محمد عيسى النهارده الجناح الشمال بتاع منتخب السودان ده اون فاير. افضل لاعب في المباراه النهارده من وجهه نظري هو محمد عيسى. الراجل النهارده كان ممكن ان يسجل هدف قبل الهدف اللي سجله المنتخب السوداني. الراجل النهارده على مستوى المراوغات وصناعه الفرص مزجني قسما بالله. النهارده كمان تتفرج على القتاليه الدفاعيه لحد اخر ثانيه. غينيا الاستوائيه كانت بتحاول تهدد مرمى السودان، ولكن في رجاله، في زول سوداني واقف صامت بسم الله ما شاء الله. المنتخب السوداني بيحقق اول 3 نقاط، وباذن الرحمن بوركينا فاسو تاخد منها نقطه فتضمن الصعود اذا كان تاني باذن الرحمن لو الجزائر كسب، او افضل توالت. المهم ان احنا نشوف السودان في دور ال16 رغم الظروف اللي بيتعرض ليها المنتخب السوداني. رجاله قسما بالله العظيم تحيه كبيره ليكم. في كأس الأمم الأفريقية حقق المنتخب السوداني اليوم انتصار طال انتظاره على منتخب غينيا الاستوائية بهدف مقابل لا شيء. سجل هدف كهدف عكسي، وبالتالي أحيا حظوظه منتخب السودان في هذه البطولة، وهو أول انتصار يأتي منذ عام 2013 أو 12، وهو 8 انتصار في تاريخ السودان في كأس الأمم الإفريقية ككل. كل التهاني والتبريكات للأشقاء السودانيين بعد الانتصار، وإن شاء الله تزداد الأفراح بهذا المنتخب وأن يعيد لنا شيء من الذكريات للمنتخب السوداني تاريخيا. ألف مبروك يا أشقاء. طب بكاء مشجعة سودانية، ولكن المرة دي عشان منتخبنا السوداني انتصر ضد غينيا الاستوائية 1-0 وسط حضور اخواتنا من جمهور السودان اللي كانوا مؤثرين بشكل كبير جدا للمنتخب. المباراة اللي ما اتلعبش تقريبا فيها الشوط الاول 5 دقايق كاملين على بعض، تم احتساب 10 دقايق كاملة وقت بدل ضايع بسبب ان كل شوية لعيب يقع. لهم حارس مرمى منتخبنا السوداني اللي خلع قلوبنا، لكن الحمد لله قام وكمل. المهم ان في الشوط الثاني منتخبنا السوداني سجل هدف وبتنتهي بيه المباراة 1-0 عشان يحافظ على حظوظه في التأهل لدور ال16 في كأس الأمم الأفريقية. الله كمان منتخبنا الجزائري يكسب بوركينا فاسو، كده منتخبنا السوداني ان شاء الله يبقى متساوي مع بوركينا، ممكن يتعادل الماتش الاخير، او لا قدر الله حتى ما قدرناش نحافظ على التعادل ده ممكن نصعد كافضل توالي. فكرك ان القمتين اليوم مباراه الجزائر وبوركينا وكمان مباراه كوت ديفوار والكاميرون تقدر تتفرج عليهم من اللينك اللي في البايو.